ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا بقالي كتير قوي ما صورتش عشان الامتحانات، وكلنا عندنا امتحانات وكلنا مشغولين على اخرنا، يعني بقالي فتره ما صورتش. بس النهارده يعني انا مش طالعه اصور على قد ما انا طالعه اخد بريك من المذاكره شويه. وافضفض ودردش شويه. الامتحانات قربت، يعني انا فاضل لي حوالي اسبوع مثلا واكون خلصت ان شاء الله. ففي الاجازه في افكار كتير قوي انا محضراها وعايزه اعملها، وان شاء الله تفيدكم جدا. هنقول افكار مشاريع، هنقول نستفاد من الاجازه على قد ما نقدر ازاي. لو انتوا داخلين جامعه تعملوا ايه، لو انتوا ثانويه عامه تعملوا ايه. كذا حاجه محضراها في الاجازه ان شاء الله تبقى كويسه. بس المهم دلوقتي ان انا وانا بذاكر اكتشفت حاجه مهمه قوي. انا يعني زي عارفين كلنا مثلا بنبقى مشتتين شويه ما بين المذاكره وما بين التليفون، اللي هو نذاكر سطرين نفتح فيديو تيك توك، نقعد النيه ان احنا كنا نتفرج على فيديو تيك توك واحد بس نلاقي نفسنا اتفرجنا على 1000 فيديو كده في ساعتين. والمذاكره بقى ممكن يكون عندنا امتحان بكره، كل الكلام ده. فانا جه كده في ماده كنت حاسه ان انا خلاص بغرق، انا متوتره جدا ومشتته ومش عارفه اعمل ايه ومش عارفه اذاكر بسبب ان انا ماسكه الموبايل وقت كبير. فحسيت لا انا لازم اخد اكشن، لازم اعمل حاجه عشان نحل الماده ونعدي فيها بخير يعني. فالمهم انا عملت ايه؟ هو انا الصراحه مش اول مره اعمل الموضوع ده، يعني انا كنت بعمله كتير قبل كده في السنين اللي فاتت وكان الموضوع بيفيدني جدا جدا. وهو ان انا امسح كل حاجه على الموبايل، يعني مثلا زي الانستجرام، التيك توك، الفيسبوك. الثلاثه دول انا مسحتهم تماما، مش اللي هو مثلا عملت وقت معين ان انا اتفرج فيهم، لا انا بجد مسحتهم تماما. وبجد مش قادره اقول لكم يعني الموضوع ده فرق قد ايه. انا عارفه ان هو صعب جدا جدا، وخصوصا ان احنا بنبقى دايما متعودين ان احنا نشوف الاخبار اول باول، نشوف الترندات اللي طالعه، الريلز على طول، كل الكلام ده. بس يا جماعه اللي انا اكتشفته ان ده بجد بيضيع وقت مش منطقي، مش معقول. يعني احنا بدل الوقت اللي احنا بنقعد فيه ده ممكن نعمل حاجات كتير جدا، ممكن نحقق كل حاجه احنا عايزينها، ممكن نعمل حاجات متعطله بقالها سنين بسبب ان احنا مش بنعمل حاجه غير ان احنا ماسكين الموبايل، مش بنعمل حاجه غير ان احنا بنتفرج على ريلز طول الوقت، بنشات مع اصحابنا، كل الكلام ده. وطبعا زي ما قلت لكم ده بيعطلنا عن حاجات كتير جدا جدا يعني. فلما كنت باخد بريك من المذاكره يعني اتفرجت على فيديو سمعت فيه مصطلح لاول مره لفت انتباهي جدا، اللي هو اسمه البرين روت. مش عارفه حد سمع عنه قبل كده ولا لا، بس انا لما شفته وشفت شرحه وشفت يعني ايه ده، بجد انا اتصدمت. ده مصطلح جديد لسه طالع، بيشرح لنا ان ازاي ان دماغنا اتعفنت. انا عارفه ان ده يمكن كلمه تقيله شويه، انا حتى اول ما سمعتها حسيت ان انا يعني اللي هو لا ايه الكلمه دي، مفيش كلمه احسن من كده شويه. بس فعلا لما اتفرجت عليه ولما تابعت وعملت سيرش اكتر في الموضوع ده، لقيت ان تعفن الدماغ ده بيجي بسبب مسكه الموبايل طول الوقت، بسبب ان احنا دايما دماغنا ماشيه برتم سريع قوي 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 بسبب الريلز اللي احنا بنتفرج عليها. يعني تخيلوا مثلا الريلز ده مدته دقيقه، تخيلوا بقى في الساعه بنتفرج على كام ريلز بكام فكره مختلفه، بكام احساس مختلف. يعني الريلزات دي مش بس بنتفرج عليها وبتعدي مرور الكرام كده، لا بجد يا ريت الموضوع كده كان هيبقى اخف قوي من اللي احنا فيه ده. بس كل ريلز يا جماعه بنشوفه بيأثر في دماغنا وبيأثر في مشاعرنا بشكل انتوا مش متخيلينه. يعني حتى بعد كميه كبيره قوي لما نتفرج نقعد مثلا ساعتين 3 نتفرج، بعديها بنحس ان احنا جسمنا خملان كده، بنحس ان احنا دماغنا مش قادره تفكر في حاجه، بنحس ان احنا مش قادرين نعمل اي حاجه. واللي انا اكتشفته في الاخر بقى ان كل ده بسبب الريلزات، بسبب الحاجات السريعه اللي احنا دايما بنشوفها، الحاجات اللي دماغنا بتتعرض لها. فهي اتعودت على رتم معين ماشيه بيه، اتعودت ان هي تاخد الدوبامين ده او تاخد الاحساس بالراحه وبالسعاده من مكان معين، وهو التيك توك والانستجرام والفيسبوك وكل الحاجات دي. فيا جماعه بجد انا كنت فاكره ان دي حاجه بسيطه، او كنت فاكره زي مثلا ما عارفين مثلا مامتك تيجي تقولك اللي هو انتي دماغك ايه، دماغك هتبوظ من التليفون ده، ان كل حاجه من التليفون، اللي هو ماما انا عندي برد من التليفون، انا مش عارفه عندي ايه من التليفون. بجد يا جماعه هو طلع عندهم حق بطريقه. انا كنت فاكره ان الموضوع بسيط، وكنت فاكره ان هو عادي فيها ايه يعني لما نفضل طول الوقت ده قاعدين بنتفرج، قاعدين بنشوف حاجات ممكن تبقى حاجات مفيده شويه في النص، بس المحتوى التافه اكتر، والمحتوى بجد هو ما يتقالش عليه حاجه غير ان هو تافه. تخيلوا انتوا كل شويه مثلا، على فكره انا كمان بعمل كده يعني، مش بتكلم عليكم بس انا اقصد اقول ان احنا كل شويه بنتفرج على حاجه معينه، نتفرج على ترندات طالعه، والترندات دي بتبقى اغلبيتها اغاني، بتبقى اغلبيتها حاجات تافهه، بجد هي فعلا حاجات تافهه جدا، ما نقدرش نقول عليها حاجه تانية غير كده. فتخيلوا ان احنا بنتعرض للتفاهه دي مثلا 6-7 ساعات في اليوم، وفي ناس طبعا بتقعد اكتر من كده بكتير. الموضوع مش بسيط خالص، وبيحصل في دماغنا حاجه بجد احنا مش متخيلينها وما نقدرش على ضررها. مش انتوا مثلا ساعات بتحسوا ان انتوا مش عارفين تفكروا، مش عارفين تركزوا بس ربع ساعه على بعض في المذاكره، دماغكم ما بقاش يجي فيها افكار زي الاول؟ يعني مثلا انا كنت في فتره قبل بقى ايه تيك توك يطلع، وقبل ما كل الحاجات السريعه دي تبدا تنتشر، انا كنت دايما بحس مثلا ان انا من الاشخاص اللي لو قعدت ساعه ساعتين مع نفسي كده اقدر الم الدنيا واقدر اطلع افكار ويبقى عندي الانتاجيه عاليه جدا.
بس بعديها اللي هو جيت مثلا من فتره بدات بقى افتكر زمان، وبدات افتكر قلت هو ايه اللي اتغير. يعني انا دلوقتي ما بقتش اعرف اركز، ما بقتش مثلا اعرف اطلع افكار بجوده قيمه كويسه زي الاول. فلما جه قدامي المصطلح اللي انا قلت لكم عليه اللي هو تعفن الدماغ، او اللي هو يعني عدم تركيز مثلا، تشتت، لا مبالاه، ADHD مثلا. فزي ما قلت لكم لما عرفت الاعراض والاضرار والحاجات دي كلها، عرفت فعلا ان هو لا، ده منتهى الخطر اللي في الدنيا، مش بس مجرد حاجه بسيطه زي ما احنا فاكرين ان احنا بنعدي عليها كده ونستمتع بيها ونتبسط بيها. لا، الموضوع بجد اعمق واخطر من كده بكتير. انتوا حتى لما تيجوا تفكروا مع نفسكم ممكن تلاقوا ان انتوا برضو زي اللي هو كنتوا زمان بتعرفوا تركزوا، وبتلاقوا انتاجيتكم عاليه قوي قوي، وبيطلع من دماغكم افكار تحفه. ودلوقتي انتوا مش قادرين تعملوا ده خالص، بسبب زي ما قلت لكم ان الدنيا ماشيه سريعه قوي، وان احنا مصممين على ده. يعني احنا مثلا كل ما نقعد نحط خطه معينه او نحط حاجه ان احنا نبدا نمشي في روتين معين، نقلل فيه التليفون، نقلل فيه كل ده، ما بنعرفش، فبنرجع تاني لنفس الدايره. فطبعا بجد احنا لو بنعمل كده ما نستناش ابدا ابدا ان حياتنا تتحسن، وان حياتنا تبدا يتحط لها قيمه، او تبقى حياه فعلا مفيده وفيها شغل كويس وفيها انتاجيه عاليه. ده مستحيل 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 يحصل بجد طول ما احنا ماشيين على نفس الريتم. بنصحى من النوم اول حاجه نعملها ان احنا نمسك التليفون، نقعد على الاقل ساعه الصبح قبل ما نقوم من على السرير، قبل ما نعمل اي حاجه، وبعد كده نقوم نشوف احنا بنعمل ايه ونرجع تاني نقعد على التليفون. طبعا كل ده لو احنا بنعمله ما نستناش اي حاجه اي حاجه، ولا ان احنا نطلع لقدام حتى خطوه واحده. فانا شفت الحل ان انا امسح كل الكلام ده. زي ما قلت لكم من زمان كنت بعمل اللي هو انا بسميه ديتوكس السوشيال ميديا، ان انا امسح كل حاجه وكده. اطول مده قعدتها من غير الابلكيشنز اللي انا بقول لكم عليها دي هي كانت حوالي شهر. وبعد كده رجعت نزلتهم، لان طبيعي احنا اصلا لما بنمسحهم احنا بنبقى عارفين ان احنا هننزلهم تاني، بس هي الفكره ان احنا ننزلهم بس بطريقه مش زي الاول. فاهمين قصدي ايه؟ يعني عشان احنا بقى هنبقى قاعدين مثلا فتره اسبوع اسبوعين على قد ما نقدر احنا هنمسحهم قد ايه. بنبقى قاعدين فتره فتعودنا بقى خلاص ان احنا مفيش سوشيال ميديا في حياتنا زي الاول. فلما بنرجع ننزلهم تاني بيبقى الضغط عليهم اقل قوي، وبنبقى اصلا ساعات بننسى ان احنا نزلناهم وكل الكلام ده. فانا شايفه حالا ان انتوا بعد الفيديو ده لو انتوا مقررين ان انتوا تبقوا ناجحين في حياتكم، وان انتوا مقررين ان انتوا تعملوا حاجه جديده، او تعملوا حاجه فعلا ليها قيمه، فامسحوا بجد يا جماعه كل حاجه. بس قبل ما تمسحوها، لان احنا طبعا عارفين ان احنا هنرجع ننزلها تاني، اعملوا انفولو لكل حاجه مش مفيده، كل حاجه بتطلع لكم حاجات تافهه. يعني مثلا ناس بيتكلموا في حاجات تافهه، ناس بيتكلموا في حاجات مش هتفيدكم، ناس بيدوكوا افكار مش كويسه خالص ان انتوا تمشوا عليها. كل الناس دي تعملوا انفولو قبل ما تمسحوه، وبعد كده تقعدوا بقى تحدي مع نفسكم اسبوع اسبوعين 3 شهر على حسب ما تحبوا. بس يا جماعه بجد يعني انا عارفه ان اول يومين هيبقوا صعبين جدا، وانتوا حتى لما تيجي تمسكوا التليفون ايديكم هتلاقوها تلقائيا بتدور على انستجرام، بتدور على تيك توك عشان تفتحها، وبعد كده تفتكر اللي هو انا اصلا مسحتهم. اول يومين بس هما اللي هيبقوا تعب، بس بعد كده اصلا انتوا مش هتحبوا تنزلوهم. يعني انا دلوقتي مثلا مسح الحاجات دي واضطريت انزلها بس عشان اشوف معلومه كانت حاجه مهمه قوي، يعني كان حد بعتها لي على انستجرام، فاضطريت انزله. وبعديها مش اللي هو مثلا ما صدقت انا نزلته فقمت سايباه، لا انا مسحته تاني بعديها على طول. اللي هو جوايا احساس انا فعلا شفت يعني حلاوه الدنيا او حلاوه الحياه، حلاوه الروتين بجد من غيرهم. فقلت لا انا مش عايزاهم دلوقتي لحد ما احس ان انا عملت جزء كبير من اللي انا عايزاه، او عملت جزء كبير من الاهداف اللي انا عايزاها، وبعد كده ارجع انزلهم تاني. بس زي ما قلت لكم هكون منزلهم بقى وانا عامله انفولو لناس كتير، وانا عامله نوت انترستد لحاجات كتير قوي مش عايزه اتفرج عليها بعد كده. فلما بنزله الموضوع بيبقى اخف شويه، وببدا بقى انظم لنفسي وقت احسن من الوقت اللي انا كنت بقعد عليه في الاول بكتير. فبتبدا بقى الحياه تتنظم وتترتب، فيرجع دماغكم تاني مش مشتته، ويرجع ان انتوا قادرين تركزوا في الحاجه اللي انتوا بتعملوها، وقادرين فعلا تنتجوا، وقادرين ان انتوا تعملوا افكار. وبجد مش عايزاكم تشوفوا ان الموضوع ده تافه، او ان الموضوع ده يعني مش مشكله، يعني ايه يعني لما اقعد كل ده على انستجرام. لا بجد الموضوع كارثي. بسبب الكارثه اللي فيه ان انتوا مش هتحسوا ان التاثير ده بسبب الريلزات، او مش هتحسوا ان التاثير ده بسبب كل الحاجات اللي انتوا بتتفرجوا عليها دي. لا انتوا هتحسوا ان هو انا جوايا اكيد حاجه مضايقاني، او بقى تبداوا ترموا شماعتكم على حاجات تانية زي لو انا فاقده الشغف، انا اصلا مش بركز، او انا عندي ADHD مثلا. تبداوا بقى تركزوا في حاجات تانية خالص، وتنسوا فعلا اصل المشكله واصل الموضوع، وهو القعده كتير على الريلزات، القعده كتير على التيك توك والحاجات دي كلها. فعلا يا جماعه الموضوع كبير قوي قوي بجد مش بسيط. وحاسه ان الفتره دي يمكن اكتر فتره ان انتوا تقدروا تكتشفوا فيها الموضوع ده، بسبب ان احنا مش عارفين نركز خالص في المذاكره عشان الامتحانات اللي عندنا. فتحس ان كلنا دلوقتي بقينا نشتكي، حتى انا وصحابي مثلا بنقعد نشتكي اللي هو انا مش عارفه اركز ساعتين على بعض، مش عارفه اعمل اي حاجه، مش عارفه اذاكر. فبنضطر ان احنا نروح للامتحان مثلا جزء معين مش معانا في الامتحان، كل الكلام ده. فبجد الفتره دي اكتر فتره احنا اكتشفنا فيها الموضوع ده، واكتشفنا فيها الكارثه اللي احنا فيها. فحاسه بجد ان احنا كويس ان احنا عرفنا سبب الموضوع ده، ونبدا نعالجه الفتره الجايه.
ونستبدل بقى كل الوقت اللي كان بيضيع في الموبايل ده فعلا في اهداف حقيقيه. لو احنا عندنا مثلا حاجه عايزين نعملها، لو احنا عايزين نبدا حاجه معينه، حاجه مثلا مأجلينها من فتره كبيره قوي عايزين نبداها وما كناش لاقيين وقت، بجد الفتره دي احسن فتره ان انتوا تبداوا فيها. وكمان غير ان هو بيأثر على التشتت وبيأثر على التركيز وكل الكلام ده، فهو بيعمل بلاوي في الجسم، في الرقبه وفي الظهر وكمان في وزن الجسم، لان احنا من كتر القعده عليه ومن كتر ان احنا ثابتين في مكاننا وما بنتحركش بنبدا نكسل بقى، وبنبدا ان احنا مش عايزين نتحرك ومش عايزين ننزل ومش عايزين نمشي جسمنا. فكل ده طبعا بيقلل معدل الحرق، فبيبدا يظهر مشاكل تانية في السمنه وفي الحاجات دي كلها. وطبعا بيأثر على النفسيه، ان احنا حاسين طول الوقت ان احنا مكتئبين او حاسين ان احنا في حاجه ناقصانا، في حاجه مش كامله في حياتنا بسبب اللي احنا بنشوفه وان احنا بنتعرض له طول الوقت على التليفون. فبس يعني انا زي ما قلت لكم ان انا النهارده ما كنتش محضره اي حاجه، انا بس حسيت ان انا عايزه اطلع افصل من المذاكره شويه واعمل كده حاجه بسرعه. يعني حسيت ان هي فعلا اثرت وفرقت، واللي هو فعلا كان اكتشاف جه في وقته فعلا. وطالما احنا فعلا عرفنا السبب هنقدر نعالج حاجات كتير جدا، مش هنحس بقى زي الاول ان احنا دايما طول الوقت خملانين، طول الوقت مش عارفين نفكر. احنا مش عايزين اي حاجه غير ان احنا نقعد على التليفون، مش عايزين نعمل اي حاجه تانية. حاولوا تمسحوا الحاجه زي ما قلت لكم كده وتقولوا لي مثلا ايه اكتر مده، لو انتوا جربتوا الموضوع ده قبل كده، ايه اكتر مده قعدتوا بيها يعني من غير الحاجات دي كلها. ولو انتوا ما جربتوش الموضوع ده قبل كده، بجد بجد يا جماعه الموضوع تحفه فوق ما تتخيلوا. انا فعلا زي ما قلت لكم الزهق هيبقى اول يومين بس، وبعد كده هتحسوا ان انتوا اصلا مش عايزين تنزلوا الحاجات دي كلها، وفعلا هيبقى عندكم وقت كتير قوي تحفه ان انتوا تعملوا كل الحاجه اللي انتوا كنتوا مأجلينها بسبب قعده الموبايل طول اليوم، بسبب ان انتوا مش قادرين تعملوا حاجه ومشتتين جامد قوي. وان شاء الله زي ما قلت لكم خلاص الاجازه جايه وهنعمل افكار كتير قوي قوي مع بعض. وممكن تقولوا لي عايزين ايه في الاجازه نعملها. يعني انا كان في كذا بنوته كاتبالي ان هي عايزه حاجات معينه في الاجازه، ان هي مثلا حد عايز يفتح مشروع، حد عايز يتخلص من حاجه معينه فيه. كل الافكار دي ان شاء الله انا مرتباها وهعملها في الاجازه عشان نستفاد منها كلنا. فقولوا لي عايزين ايه بالظبط، وان شاء الله اشوفكم بقى في المرات الجايه نكون خلصنا امتحانات ونحس ان احنا كده رايقين بقى وحاسين ان احنا قادرين ندور على حاجات، على افكار نعملها ونبحث ونعمل سيرش وكل الكلام ده. فان شاء الله اشوفكم المره الجايه. باي باي.